تحرك الجيش الجزائري في منطقة إيش قرب فيجيغ شرق المغرب أعاد فتح أسئلة أكبر بكثير من حجمه الميداني. الجزائر ترى أن تحركاتها جرت داخل أراضيها السيادية، بينما أثارت الصور المتداولة في المغرب نقاشا واسعا حول طبيعة ما جرى ودلالاته. فهل الحادث مجرد احتكاك حدودي عابر أم أنه يعكس تحولات أعمق في العلاقة بين البلدين تتقاطع فيها مشاريع اقتصادية كبرى مثل غار جبيلات وملفات جيوسياسية حساسة كالصحراء الغربية بالتزامن مع جمود دبلوماسي تام وسباق تسلح متصاعد؟ معي للتفصيل في هذا الموضوع من الجزائر العاصمة الدكتور محمد علي ربيج أستاذ العلوم السياسية والنائب في البرلمان الجزائري، ومن الرباط الدكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية. أبدأ من الرباط معك دكتور عبد الفتاح حتى نفهم السياق. أولا، ترى الجزائر أن تحركات حرس حدودها قرب منطقة إيش في إقليم فيجيغ هو تحرك على الأرض الجزائرية. لماذا بالوجهة نظرك أثارت تلك التحركات الرأي العام المغربية بهذا الشكل الكبير؟ أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبضيفك الكريم. المشكلة عند الجزائر هو أنها تقرأ معاهدة 1972 بطريقة تناسب مزاج النظام الحاكم هناك، الذي يريد أن يفسر المعاهدة ويقرأها في اتجاه يسمح بتوظيفها من أجل استفزاز المغرب، من أجل الذهاب إلى أحداث أو وقائع ذات طبيعة عسكرية أو أمنية يمكن أن تجر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب أو صدام عسكري أو أي مشكل من هذا القبيل يخرج الجزائر من مشكلتها التي هي عبارة عن مأزق حقيقي جيوسياسي في الساحل، في النيجر، في ليبيا، في مشكلتها مع أوروبا، مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس عليها ضغطا قويا من أجل حل معضلة شمال إفريقيا والذهاب نحو صلح بين الجزائر وبين المغرب. تريد الجزائر أن تجر المغرب نحو خلاف حدودي جديد لكي تقول للولايات المتحدة الأمريكية هذا هو المغرب الذي تريدون أن نتصالح معه، ها هو يريد أن يتدخل في شؤوننا ويريد أن يطالبنا بأراضي تقع ضمن السيادة الجزائرية. أما المقتضى القانوني شيء آخر. المقتضى القانوني اتفاقية 72 تنص على أن هذه الأراضي هي مشمولة بالسيادة الجزائرية، هذا موجود في الاتفاقية، لكن أيضا الاتفاقية فيها ديباجة. سنعود إلى هذه الاتفاقية على اتفاقات سابقة على 72. سنعود إلى هذه الاتفاقية، ولكن قبل ذلك فض الخلاف وتراجعت القوات التي تقدمت إلى هذا المقتضى مهم. سنعود إليه، ولكن ما رأيك أن تلك عناصر حرس الحدود تراجعت وانتهى الأمر؟ لو كان للجزائر كما تقول هذا التوجه، هذه النية، لما تراجعت؟ لا، الجزائر تريد أن تنتج مشكلة مع السكان، مع الأهالي السكان في جيج الذين لديهم حقوق مدنية توجد في متقادمة ومستقرة ومتراكمة منذ القرن ال19 توجد في تلك الأراضي. كانوا يستغلون بساتينا ويستغلون مروجا ومراعيا، وهذه الأمور تنظمها اتفاقية معاهدة اللامغنية واتفاق 1901 و1902، وهذه الاتفاقات الثلاثة منصوص عليها في ديباجة 1972. أيضا المسألة مرتبطة بواقع تم الاتفاق على أنه ينبغي أن تصونه أيضا اتفاقية 72، وينبغي أن تصونه كل البروتوكولات الملحقة بها وتصونه الإعلانات المتكاملة المتصلة، إضافة إلى اتفاقية استغلال المنجم غار الجبيلات. كل هذه المقتضيات تعني أنه المناطق المشمولة بالسيادة الجزائرية شيء، لكن الحقوق المدنية المتراكمة والتي توجد بصددها أيضا ملكيات عقارية موجودة حتى من أيام ما كانت الجزائر إقليما فرنسيا متكاملا قبل أن يحصل على حكم ذاتي في العام 1962. إذن حينما نقول أنه المشكلة عند الجزائر الآن وأنها تبحث عن إثارة مشكل عنوانه أنها هي المعتدى عليها، تريد أن تظهر في أنها هي التي يعتدى علها، وأن المغرب هو الذي يتدخل في شؤونها، وأن السكان المغاربة يتطاولون على ممتلكات داخل أراضيها المشمولة بسيادتها، للقول أنه المغرب هو الذي لا يريد حلا لمشكلة شمال إفريقيا وهو الذي يعتدي على الجزائر. هذه الصورة التي تريد أن ترسمها، هذه هي الصورة التي تريد أن ترسمها الجزائر باء بالفشل من وجهة نظر مغربية. ما قولك دكتور محمد علي ربيج؟ أجدد
الترحاب بك. وقبل لك أن ترد بطبيعة الحال، ويجب أن ترد على كل هذه النقاط التي ذكرها الدكتور نعوم، لكن بعيدا عن مسألة السرديات، هل يمكن اعتبار ما حدث في منطقة إيش قرب فيجيغ مجرد حادث حدودي عادي؟ مساء الخير أحمد، تحية لك ولضيفك الكريم. استمعت إلى ضيفك ولم أقاطعه، وأتمنى أنه لا يقاطعني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالكثير من المغالطات التاريخية والقانونية والسياسية التي تحدث عنها ضيفك ويريد أن يغلط بها الرأي العام العربي والمغربي. فيما يتعلق بما حدث أحمد، أنا كنت قلت لك في البداية أن الذي حدث هو أمر روتيني عادي طبيعي قامت به قوات الدرك الوطني وحرس الحدود بتعليم وتثبيت نقاط حدود مثبتة في القوانين والاتفاقيات التي المغرب كعضو في المنظمة الاتحاد الإفريقي وفي الاتحاد الإفريقي وفي الأمم المتحدة مثبتة. الآن ضيفك يتكلم على كثير من النقاط، يتكلم على الحدود، مشكلة الحدود مع المغرب، يتكلم على الحقوق المدنية، مصطلح جديد يتقدم به الدكتور في العلوم السياسية، ويتكلم عن حقوق مدنية لمغاربة في أراضي جزائرية وسمحت لهم الجزائر طيلة كل هذه العقود، ولم نتكلم مع هؤلاء الساكنة في فيجيج وفي إيش وفي مناطق أخرى، وكانوا ينعمون بالأمن والاستقرار تحت مراقبة كل أجهزة الأمن الجزائرية. لكن عندما شعرنا بأنه فيه خطر من قبل السلطات المخزن وليس الشعب المغربي، اليوم الأمر تغير، ومن حق الجزائر قانونيا أنها تثبت علامات الحدود، وأنها تذكر الطرف المغربي سواء عسكري أو مدني بأنه يجب أن يلتزم هذه الحدود. ضيفك الكريم تكلم على اتفاقيات ومعاهدات تاريخية، تكلم على اتفاقية 1972، تكلم على اتفاقية لالا مغنية، تكلم على أمور كثيرة، وتكلم كذلك، وأتمنى أنه كان يتكلم على خطابات علال الفاسي عندما قال بأنه على حدود المغرب أن تنتشر إلى غاية نهر السنغال وإلى شرق الجزائر، شرق المغرب اللي هو غرب الجزائر. المغرب الآن وحكومة المخزن أحمد اليوم تمر بإشكالية وبأزمة خانقة داخل المغرب، بدءا بمرض الملك محمد السادس الذي نتمنى له الشفاء، نتكلم على الإخفاق في كأس إفريقيا واللي كان يعول عليه حتى لا نبتعد كثيرا، حتى لا نبتعد كثيرا. ليس للأمر علاقة لا بمرض الملك ولا بكأس إفريقيا، على اعتبار أن التوتر جاء من الجهة الأخرى، ولكن تعقيب بسيط وسأعطيك المجال. سأبقى معك دكتور، سأبقى معك حتى لا نبتعد فقط عن صلب موضوعنا. الصور والفيديوهات توثق التحركات على الجانب الجزائري من الحدود لأفراد من الجيش الجزائري، وهذا الحد هو مع دولة تعتبره الجزائر عدوة، مما قد يفضي إلى توتر أوسع مما حصل حتى الآن. والمشكلة أن تلك الحدود غير مرسمة نهائيا، وأفضت تلك التحركات كما تفضلت إلى تثبيت حدود من طرف واحد بأكوام حجارة صبغت بجير مذاب في الماء. ألا يستوجب ذلك توافقا بين الطرفين والاتفاق على مكان وضع تلك الأحجار أو تثبيت الحدود؟ أحمد، أنا قلت لك في البداية هذه الحدود مثبتة ومؤكدة من قبل اتفاقيات ومعاهدات دولية، والمغرب عندما التحق كعضو في منظمة الوحدة الإفريقية وفي الاتحاد الإفريقي أقر بمبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار. والمغرب العاهل الحسن الثاني عندما زار الجزائر ووقع اتفاقية 1972 وقعها على هذا المبدأ. أنا عندما أتكلم على الظروف السياسية وحالة اللا استقرار داخل المغرب، أنا أريد أن أصل إلى فكرة أحمد، أن المغرب وحكومة المخزن اليوم تعيش حالة من الاضطراب داخلي، نشوفوها في المظاهرات، نشوفوها في هذا يعني سقوط على مستوى التنمية المحلية، على الهياكل القاعدية. شفنا الفيضانات واش دارت في كثير من الأقاليم المغربية، حالة الغضب وحالة الاحتقان داخل الشارع المغربي. يريد يبحث اليوم المغرب عن شماعة لتعليق هذا الأمر من خلال
نعم. تقديم صورة بأن اليوم الجزائر تتهيأ لشن حرب ضد المغرب، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. احنا قلنا في كثير من المرات دكتور سنعود إلى سباق التسلح أيضا، لكن هذا التحرك العادي. لكن قبل أيام قتل وأعلن الجيش الجزائري تصفية 3 مواطنين مغاربة بدعوى أنهم كانوا تجار مخدرات أو يحاولون تهريب المخدرات إلى الداخل الجزائري. وفي الصيف الماضي تم الإجهاز على مصطافين كانوا يستقلون الجيت سكي في السعيدية، وأنت تتذكر هذا الحادث أيضا لأنهم تجاوزوا الحدود المائية بين المغرب والجزائر. لنفترض لا. دعني لا. هكذا يقال، هذه حتى لا نفوت في السرديات. لكن هناك قتل على الحدود، وهذا هو المهم. ليس مهما إن كانوا تجار مخدرات أو ما إلى ذلك، المهم هناك قتل على الحدود. وسأعود بك إلى جوهر النقاش. لنفترض أن سكان هذه المنطقة، منطقة إيش، غير راضين على اعتبار ما وراء الحجارة المجيرة أرضا جزائرية فتجاوزوها بأغنامهم أو مواشيهم، هل سيتعرضون لإطلاق نار ولربما لاعتقال من وجهة نظرك؟ لا أحمد، عاشوا اليد لعدة سنوات، لعدة عقود في هذه المنطقة وفي منطقة فيجيد. لكن هناك الآن تثبيت للحدود وهناك أحجار، هل يعني ذلك أن من تجاوزها يعتبر يعني هدفا لبنادق حرس الحدود؟ لا، هو هدف لتنبيه من قبل قوات الحرس الحدود الجزائرية أنه تجاوز الحدود وعليه أن يرجع إلى ما وراء الحدود. هل يقبل اليوم المغرب أن يكون هنالك دول أو عناصر أو جاليات أخرى تدخل إلى الأراضي المغربية دون إذن وبطريقة غير شرعية؟ الذي يحدث الآن هو ترسيم للحدود بطريقة قانونية، والتعامل سيكون بطريقة قانونية. ذكرك فقط أحمد في نقطة مهمة فيما يتعلق بالتجار المغاربة الذين دخلوا إلى الأراضي الجزائرية وهم يحملون شحنات من المخدرات. لم يكن القوات الجزائرية بإمكانها أنها تتأكد من جنسية هؤلاء المهربين أو هؤلاء تجار المخدرات. تم التعامل معهم بطريقة احترافية وبجاهزية على أنهم تجار مخدرات. لم نكن نعرف ليس هذا موضوعنا. الموضوع هو كل من تجاوز الحدود يمكن أن يصبح هدفا لقوات حرس الحدود. الدكتور نعوم لربما لديه ما يرد به عليك في نقاط كثيرة تفضلت بذكرها في معرض جوابك. أعطيك المجال دكتور نعوم قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني. أكيد. لا يعني هو أنا حتى أرد على الدكتور محمد على فيما يتعلق بالطريقة التي يحاول أن يبرر بها سلوك يعني حرس الحدود الجزائري وكيف قاموا بوضع هذه الأعلام الحجرية أو صباغة هذه الأحجار بهذه الطريقة. ربما لا يعلم الدكتور المبررات والمسوغات القانون هي التي يبني عليها جيش بلده. هو المادة السادسة من اتفاقية الحدود 72 تنص على أنه إن لم تجتمع اللجنة المشتركة في مدة 3 سنوات منذ العام 72 من أجل وضع الأعلام الحجرية أو العلامات الحجرية للنقاط التي تم الاتفاق عليها على أنها مشمولة بالسيادة الجزائرية ومنها منطقة إيش أو هذه البساتين أو هذه الأماكن التي نتحدث عنها، فإنه يسوغ للطرف الذي يريد أن يضع أعلاما حجرية في الجهة التي تؤول إليه حسب الاتفاقية أن يقوم بذلك بشكل أحادي الجانب. اللجنة لم تجتمع، والمعروف أنه الظروف التي وقعت فيها الاتفاقية في العام 72 بعدها بشهرين حصلت محاولة انقلابية في المغرب، وبعدها ب5 أشهر حصلت محاولة انقلابية أخرى في 3 مارس 73، وقبل ذلك قبل توقيع الاتفاقية المغرب لم يكن لديه برلمان أساسا لأنه كان قد بالكاد اعتمد دستور 72. المغرب بعد حينما أجرى أول انتخابات وأصبح لديه برلمان في العام 77 كان قد قطع علاقاته مع الجزائر بسبب اعترافها بجمهورية الصحراء أو جمهورية برمطوش. يعني التعقيدات التي حصلت جعلت إمكانية إقامة هذه اللجنة المشتركة تصبح مستحيلة. اليوم النظام الموجود في الجزائر يعوم على كل هذه المشاكل السابقة من أجل استثمارها بما يتناسب مع الظرفية ومع الشعارات التي يعلنها الآن في هذه المرحلة وما يريده جيوسياسيا في منطقة شمال إفريقيا. إذن المبرر المسوغ القانوني الذي لم ينتبه إليه الدكتور أو لا يعرفه أو ربما لم يطلع عليه هو المادة السادسة يعني ببساطة. لكن السقطة القانونية أين توجد؟ عند نظامك وعند جيشك وعند بلدك يا أخي الكريم. يعني حتى نناقش يعني أستاذ مع أستاذ أو باحث مع باحث أو حتى طويل بعلم مع طويل بعلم في مكان نتدارس فيه. السقطة القانونية عند بلدك هو أنهم لم ينتبهوا إلى الديباجة
وحسب المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 69 لتفسير المعاهدات والاتفاقيات، وفي القسم الثالث الخاص بتفسير المعاهدات تنص على أنه لا يمكن أن تتناول الدول الاتفاقيات والمعاهدات حرفيا كما هي، ينبغي تفسيرها وتأويلها بناء على ديباجاتها، بناء على الملاحق والنصوص والبروتوكولات، طيب. على الإعلانات المشتركة، على الوثائق التحضيرية، على الوثائق القانونية. هذا غير ممكن، هذا غير ممكن دكتور عبد الفتاح في ظل القطيعة الدبلوماسية. باختصار في هذا الجانب. تفضل، سأعطيك المجال دكتور محمد، سأعطيك المجال. فقط هذه الفكرة مهمة. لا مهمة. أريد أن أعطيك المجال دكتور، أعطيك المجال. لم أقاطعك يا دكتور، لم أقاطعك لم أقاطعك، يعني التزمنا منذ البداية ألا تقاطعني وألا أقاطعك. لماذا تقاطعني الآن؟ يعني لماذا تقاطعني؟ طيب أكمل الفكرة. الديباجة تنص على 3 وثائق و3 نصوص هامة جدا. 3 نصوص و3 وثائق تنص عليها الديباجة، هي اتفاقية معاهدة اللامغنية 1845 وبروتوكول 1901 وبروتوكول 1902. على ماذا تنص هذه النصوص؟ على أن للمزارعين المغاربة حقوق وأراضي وممتلكات وعقارات ومراعي وما إلى ذلك ينبغي أن تصان بناء على المعاهدات المرعية التي ترعاها أيضا اتفاقية 1972 حينما قامت بترسيم الحدود. المشكل أين يكمن بدرجة أولى؟ وأنت نفسك تعترف أنه لعقود طويلة هذا الواقع كان قائما، وهذا الواقع كان قائما حتى حينما تم توقيع اتفاقية 72. لماذا الآن؟ ومنذ 2001. لماذا الآن؟ سؤال مهم دكتور عبد الفتاح حتى يكون. لماذا الآن؟ سؤال مهم. وهاجم واد العرجة لأنه يبحث عن عنوان الاصطدام، يبحث عن عنوان لجعل ملفات شمال إفريقيا تذهب نحو اصطدام عسكري بين المغرب وبين الجزائر. لك الكلمة دكتور محمد. وصلت فكرتك دكتور عبد الفتاح حتى يكون تقسيم الوقت عادلا. تفضل دكتور محمد. دكتور عبد الفتاح هدأ من روعك، والآن سأناقشك في كثير من النقاط التي أثرتها. أنت الآن تتكلم على دولة المغرب وكأنها أنا أناقشك. أجبني على الكلام الذي قلته. أجبني على الكلام الذي قلته. ما علاقتك بروعي أو بعدم روعي؟ وقعنا على الاتفاقيات مع المغرب في 1972 على أساس أننا الآن نقوم على أساس علاقات حسن الجوار، وأن هذا البلد هو بلد يحترم المواعيد والمعاهدات والاتفاقيات. لكن للأسف الشديد سياسة المغرب الخارجية، سياسة فكرة التوسع التي الآن للأسف الشديد تثبت على أرض الواقع. نذكرك على عبد الفتاح أن المغرب قام بهجوم على الجزائر في 1962 قبل 1972. هل نذكرك حرب الرمال؟ هل نحن من دخلنا بقوتنا إلى الأراضي المغربية؟ طيب. لا 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 لا، ذكر المواطن العربي بأنه من قام بالعدوان. لا 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 1962 لم تكن اتفاقية 1972. لماذا لم يحترم المغرب الاتفاقية اللامغنية التي عدنا كثيرا إلى الوراء. ضيفانا الكريمان، أنا أقول لك الآن أحمد، دعني أجيب على سؤال مهم. هو يسأل لماذا الآن؟ لماذا اليوم سلوك الجزائر؟ لماذا هذا التخوف من المخزن؟ لماذا هذا التخوف من سلوك الأمني المغربي؟ ببساطة لأن المغرب اليوم وقع اتفاقية أمنية تطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو الآن يشكل خطر ليس فقط على الجزائر بل على كل المنطقة. كل تحرك مغربي سواء مدني أو عسكري أصبح مشكوك للأسف الشديد. المغاربة موجودين الآن في الجزائر. هذا موضوع آخر دكتور محمد. دكتور عبد الفتاح، لا ميليشيات إيرانية في البلد. هو يريد أن يصور الجزائر على أساس أنها تعادي كل ما هو مغربي. هذا غير صحيح. دكتور محمد هذا الموضوع ما نناقشه اليوم. هل ينكر ضيفك الكريم بأنه اليوم المغرب يوقع اتفاقية أمنية وعسكرية لم توقعها لا مصر ولا الأردن؟ للأسف الشديد اليوم المغرب بالنسبة لنا مصدر تهديد وخطر كبير. طيب هو الآن سأعطي المجال للدكتور عبد الفتاح نعوم، وهذه نقطة مهمة طرحتها دكتور محمد. دكتور عبد الفتاح، وأود إجابة مختصرة حتى ننتقل إلى محور ثالث مهم يتعلق بسباق التسلح. هل يمكن فهم التوتر الحدودي في إيش بمعزل عن مشروع غار جبيلات وسعي الجزائر لإعادة التموضع في جنوب غربها في ولاية تندوف المحاذية للمغرب؟ وهل تتفق مع من يعتبر ذلك ردا جزائريا
وهذا يصب فيما تفضل به الدكتور محمد على تعالي الأصوات داخل المغرب المطالبة بالصحراء الشرقية، معتبرين أن صفحة الصحراء الغربية قد طويت وحسمت للمغرب. لا يعني لو كان الامر يتعلق بمشاريع تنميه داخليه مثلا في الجزائر، ما المغرب لا يعني في اكثر من مناسبه وفي اكثر من حتى على ايام حينما كان يعني الود قائما وكانت شعره معاويه ما تزال موجوده من جانبهم، يعني من شعره معاويه موجوده من جانب المغرب دائما. دائما يعني لا يوجد من يمانع ان تذهب الجزائر في مشاريع تنميه تخدم الشعب الجزائري، لكن المشكل هو ان ما يقومون به الان لا علاقه له بالتنميه الاقتصاديه، بدليل ان المخبر الاقتصادي الوحيد الذي تكلم عن الجدوى التنمويه والاقتصاديه لغار جبيلات تم اخفاؤه الى غايه الساعه لحدود اللحظه التي نتكلم فيها الان، لا يتكلم. محلوب سلامه والان غائب. اذا نتحدث على انه ليست هذه الغايات، هذه ليست هي الغايه. دعني اكمل دعني اكمل كلامي. لا توجد جدوى اقتصاديه مما يقومون به، ما يقومون به غايته بالدرجه الاولى. سأعطيك المجال دكتور محمد، سأعطيك دكتور محمد، سأعطيك عشرات الاف المغالطات يا اخي. دعني اكمل كلامي. اكمل دكتور عبد الفتاح. يعني لا انا انظم النقاش. اذا لا توجد جدوى اقتصادية في كل ما تقوم به الجزائر. ما تقوم به الجزائر الآن هو محاولة لاستفزاز المغرب من أجل إشعال منطقة شمال إفريقيا، خصوصا وأنهم فشلوا في تغيير أولويات الإدارة الأمريكية عبر إثارة مشاكل في الساحل، إما في باماكو أو في النيجر أو في ليبيا. والآن هم أصبحوا على محك الاصطدام مباشرة بشكل مجدد بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي. الآن سيعودون إلى المواجهة مع حفتر لأن لم يعد حائل بينهم وبينه. إذن مشكلة الجزائر هي معضلتها الإقليمية، هي مكبلة إقليميا وجيوسياسيا من أوروبا من شمالها وفي منطقة الساحل، وتحاول أن تبحث عن مخرج، والمخرج هو استفزاز المغرب من أجل أن تنفس عن ضغطها بحرب مع المغرب. هذا الذي تبحث عنه. طيب. وقالوها صراحة، قالها شنقريحة وقالها تبون وقالوها صراحة في أكثر من مناسبة. أما مسألة التوسع التي يثيرها الأخ الدكتور في أكثر من مناسبة ويرددها الإخوة الجزائريون، بالله عليكم من يريد أن يتوسع على حساب حدودكم سيوقع معك اتفاقية 72 وفيها ترسيم الحدود بالقرى وبالمليمترات وبالتفاصيل في المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة في الاتفاقية 72 فيها جميع التفاصيل. هذه الأراضي مشمولة، حتى منطقة غار جبيلات مشمول، لكن هناك حقوق مدنية، هناك مواضيع متعلقة بالتنمية المشتركة بالتعاون. وهذا سؤالي، الإجراءات الأحادية الجانب. هذا سؤالي للدكتور محمد. الاستنزاف. دكتور عبد الفتاح، هذا سؤالي للدكتور محمد، سأعطيك المجال. لا ولسه أكبر. رجاء فقط. العام 72 حينما نتحدث عن العام 92 فلنتحدث عن ما بعد العام 72. سأسأل في العام ويعيدنا إلى العام 63. يعني 63 كانت المشكلة، أصل المشكلة هو السلوك الذي قامت به الجزائر نيابة عن فرنسا التي قامت بتمكينها من الإقليم لتحكمه ذاتيا. طيب سأعطيك المجال دكتور محمد، ولكن دعني أربط بسؤالي ما تفضل به الدكتور عبد الفتاح نعوم فيما تعلق بغار جبيلات. هناك هذه الاتفاقية، اتفاقية عام 1972 تقضي بالتعاون المغربي الجزائري، وقد اطلعت عليها في استغلال الحديد والمعادن في منطقة غار جبيلات المتاخمة للحدود المغربية. ما الذي تبتغيه الجزائر من خلال محاولة تكريس السيادة على هذه المنطقة والاستغلال الأحادي؟ هل تمت أهداف ما وراء تنموية إن صح التعبير؟ أنا كنت أتمنى عند ضيفك مدام دكتور في العلوم السياسية يقول كل حقيقة وليس جزء من الحقيقة. عندما يتكلم على لك المجال دكتور، لك المجال فيما يتعلق بغار جبيلات، فيما يتعلق بغار جبيلات قلت جزء آخر. فيه اتفاقية، نعم نقر بهذا. هل هي اتفاقية دبلوماسية أم عسكرية أم هي اتفاقية تعاون؟ هي اتفاقية تعاون. يريد من خلال هذه الاتفاقية إنشاء شركة جزائرية مغربية بالتوافق مع الطرفين. السؤال، هذا هو السؤال، يقولوا للناس هل أنشئت هذه الشركة؟ لم تنشأ هذه الشركة. ما هو السبب في عدم إنشائها؟ بسبب السلوك المعادي للمخزن ضد الجزائر. لم تتهيأ الظروف السياسية والاقتصادية والدبلوماسية حتى ننشئ هذه الشركة. قل الحقيقة للناس يا دكتور عبد الفتاح، لم تنشأ هذه الشركة. وفي بنود هذه الاتفاقية يقال أنه إذا وقع خلاف نمشي إلى التحكيم الدولي، موجود كل شيء. لكن في الديباجة هو أنه يجب أن تتهيأ كل الظروف، ولا يجب أن نخلط
بين ما هو اقتصادي بين ما هو لكن سياسي. دكتور محمد، المشكلة أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة تماما، وما يجري حاليا على الحدود يتزامن مع استفحال سباق التسلح بين المغرب والجزائر. لربما نتابع العديد من الأسلحة بدأ المغرب يقتنيها بالتزامن مع أسلحة تقتنيها الجزائر. سؤالي لك دكتور محمد، هل يعكس تسارع سباق التسلح لدى الطرفين توجها نحو صدام محتمل كما ألمح إلى ذلك الدكتور نعوم؟ وأريد تعليقا مختصرا منك أولا دكتور محمد. أحمد، الجزائر بمساحتها وبتاريخها وبمسؤولياتها وبعبئها الأمني والعسكري في المنطقة كامل، في منطقة الساحل. المغرب لا يمارس أي دور في منطقة الساحل. الجزائر هي التي يقع عليها عبء حفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة بشهادة أمريكا، بشهادة سيناتور البارح في مجلس الشيوخ شهدوا أكثر من سيناتور أمريكي عن دور الجزائر في مسألة مكافحة الإرهاب، مكافحة الجريمة، مكافحة المخدرات التي تخرج من الأراضي المغربية. لماذا لا يتحدث دكتور عبد الفتاح عن الأطنان التي تخرج من المغرب كمورد أساسي للاقتصاد المغربي؟ نحن الآن نحارب هذه التجارة، نتكلم على دور الجزائر في منطقة المتوسط، نتكلم على الجزائر بأنها دولة شريكة عسكريا وأمنيا مع روسيا، مع تركيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية. ضيفك يتكلم في البداية قال حكم ذاتي. يا عبد الفتاح، نحن قدمنا 1.5 مليون شهيد لكي نستقل، واستقلال المغرب كان بسبب الثورة الجزائرية في 56. لم تكونوا لتستقلوا لولا الثورة الجزائرية في 1954. يجب أن تشكر الشعب الجزائري وتشكر الثورة الجزائرية العودة. طيب سأعطي المجال للدكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح، رجاء لضيفنا عبر عن وجهة النظر، وهناك سردية جزائرية دافع عنها. من وجهة نظر مغربية دكتور، هذا سباق التسلح ألا تراه غير قابل للكنترول كما يقال إن صح التعبير، ولا ربما بؤر التوتر كثيرة، أسباب توتر كثيرة بين الطرفين، قد تشتعل مواجهة عسكرية هنا أو هناك؟ كيف تقرأ هذا المشهد وباختصار شديد لو سمحت؟ لا، أنا لا أراه سباقا لتسلح. أنا هو تسلح العالم كله، بجميع دول العالم تسعى إلى تقوية قدراتها العسكرية. ده حق لجميع الدول أن تسلح نفسها وأن تقوي. يعني ما فائدة الجيوش وما فائدة الدول وكيف ستحافظ على أمنها وتواجه التحديات المعاصرة إن لم تسلح نفسها؟ هل في أوروبا توجد دولة لا تسلح نفسها؟ أنا كل الدول الأوروبيون يصارعون من أجل أن يعيدوا بناء جيش أوروبي موحد. الكل يتحدث الآن عن التسلح وعن تسليح الجيوش وعن رفع الجاهزية وعن هذه أمور حقوق للدول، بل واجبات على الدول، واجب على كل دولة أن تفعل ذلك. لكن المشكل هو في القراءة السياسية الإعلامية للإخوة في الجزائر. يربطون المسألة دائما بأنه هذه الدولة جارتنا ينبغي أن يضعوا لها أجندة مع من تتعامل وممن تشتري السلاح بمزاجهم هم. هو يتعامل مع إيران كما شاء، يشتري من إيران ما شاء، يأتي بالمرتزقة من كل أنحاء العالم كما شاء، لكنه لا يريد لأي دولة في الدنيا أن تتعامل مع الدول الأخرى. أنتم تتعاملوا مع أنتم لديكم علاقات تجارية مع إسرائيل. 2021 لديكم منسوب تجارة مع إسرائيل، أنتم تبيعون لإسرائيل وتشترون منها، بعتم الغاز لإسرائيل في أيام حرب غزة. يا أخي اسكت، والله يا أخي يعني حشموا على روحكم، حشموا على رؤوسكم. عيب عليكم، لا تمتلكون نقطة وذرة دم في وجوهكم. لا عارف العودة إلى السياق. لا يمكن أن نكون النقاش بهذه الطريقة. دكتور محمد، يا أستاذ أحمد، احفظ لي حقي في أن أرد عليه. هذا تشويش متعمد كي لا أجيبه. هذه عربدة عسكرية، يعني هكذا تفعلون في الإقليم. لا تتركون النقاش يسير على طريقته وعلى معتده. لا يمكن لك أن تواجه الحقائق بهذه العربدة الفارغة. هكذا تفعلون أيضا الآن في الحدود. لو سمحتما يا أخي دعني أكمل كلامي يا أستاذ أحمد. يا دكتور عبد الفتاح، دكتور محمد، والله هذه كائنات تشوش في كل مكان، تشوش في كل مكان، يشوشون على النقاش، يشوشون على السياسة، يشوشون على كل شيء. دكتور عبد الفتاح، دعني أكمل كلامي. دكتور محمد، لا دعني أكمل كلامي. والله أنتم كيان شيعي، أنتم كيان شيعي. المشكلة والله كيان شيعي لم يبقى من الوقت الكثير. لديكم متشيعون
في برلمانكم، والله عيب أن تتكلموا. والمخدرات، ابن رئيسك متهم بالمخدرات وتم إخراجه من السجن بعد أن أصبح تبون رئيسا. تكلم عن هذا. أنتم نظام عبد السلام بوشوارب، عبد السلام بوشوارب هو الذي صنع رئيسك. عيب عليكم أن تتكلموا، والله عيب عيب. آخر من يتكلم عن الشفافية وعن النزاهة وعن المخدرات في هذا العالم ضيفين الكريمين. عيب عليكم. نظام من المرتزقة، نظام من المجرمين، من القتالين، تقتلون الأبرياء. شكرا للضيفين الكريمين من الرباط الدكتور عبد الفتاح نعوم، ومن الجزائر الدكتور محمد علي تربيج. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية المسائية، إلى اللقاء.